السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على قد الإيد. النهاردة بإذن الله تعالى هنعمل حاجة بسيطة، هي طبعا غالية شوية بس طبعا إيه، حاجات لازم لابد منها، أو يعني كل فترة بنعملها مفيش مشكلة خالص. هنعمل البانيه بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. بس مش معايا بنفس الخطوات اللي هعملها إن شاء الله يا رب العالمين. أول حاجة طبعا هنجيب البانيه، هنغسله كويس ونصفيه، وبعد كده هنديله التتبيله بتاعته الاول، نسيبه في التتبيله مثلا اقل حاجه ساعتين. ولو ممكن انت عارفه ان انت هتعمليه بكره، ممكن تجيبيه من بالليل وتحطيه في التلاجة بالتتبيله بتاعته، وهيبقى احسن طبعا. كل ما يقعد في التتبيله يكون احسن. اول حاجه هنجيب البانيه بتاعنا كده وهنحط التتبيله بتاعتنا. بصله وسط مبشوره، وطماطميه برضو وسط مبشوره، هينزل على البانيه بتاعنا. ومعانا فلفل اسود، ومعانا 7 بهارات، ومعانا ملح بس. هنحط وهنقلب، مش هنحط اي حاجه تاني. طبعا احنا ممكن في حاجات كتير ممكن نحطها، بس احنا مش هنحط اي حاجه. ممكن نحط زبادي، ممكن نحط كده، بس احنا هنكتفي بدول بس. هنسيبه بقى في التتبيله بتاعتنا كده يعني اقل حاجه ساعتين، وبعد كده لما نيجي نعمله هنقول لكم بقيه المكونات اللي هنحتاجها ايه. هننزل بمعلقه خل وعصره ليمون واحده، ونقلب. هنسيبها بقى كده، وهو ما نيجي نقليها اقول لكم هنعمل ايه. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما تبلنا البانيه بتاعنا. هنبدأ بقى دلوقتي نقليه. طبعا معانا بيضتين، ومعانا بقسماط او فيجيتار زي ما انتوا عايزين، ومعانا دقيق. اول حاجة هنجيب الدقيق نحط عليه مع يعني رشة فلفل ورشة ملح، ونقلبه كده. طبعا الدقيق ده الاول احنا هنحط فيه البانيه بتاعنا، وبعد كده ننزل في البيض، وبعد كده ننزل على ايه، البقسماط في الاخر. الدقيق طبعا بيخلي ايه، البيض يمسك فيه وما بيفكش. بعد كده هنحط برضو فلفل على البيض، رشة ملح، نضربهم كده. طبعا هنحط ايه، معلقة مية ساقعة على البيض عشان الزيت بتاعنا يفضل نضيف. بعد كده هنجيب البانيه، هننزل اول حاجة في الدقيق ان شاء الله. بعد كده في البيض، بسم الله. بعد كده في البقسماط، بعد كده هننزل زيت سخن، زي ما احنا شايفين كده. طبعا هو احمر للجنب، بنقلب للجنب التاني كده ان شاء الله.
طبعا احنا هنطلع البانيه كده، هنطلعه مش هنحطه على المناديل عشان ما يبقاش طري تاني. ما شاء الله. نحطه كده في مصفى زي كده، لو في اي زيت زياده ولا حاجه بينزل عشان يفضل محتفظ بالقرمشه بتاعته، ويبقى جوسي من جوه وطري، ويعني ناشف من بره وجوسي من جوه. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا البانيه بتاعنا اهو، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله ريحته حلوه وطعمه ان شاء الله جميل جدا. جربوه مش هتندموا، بس نفس اللي انا عملته بالظبط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واي حد عايز حاجه يكتب لي في التعليقات، ويا ريت تعليقات كتير عشان يوصلكم كل ما هو جديد. واللي مش مشترك يفعل زر الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.